السلام عليكم اخواتي وحبايبي ومحبين الصيد في كل مكان. مبدئيا كده كل سنة وانتم طيبين. فاضل يومين على رمضان، والفيديو ده اصطاد فين، الحتة اللي اصطاد فيها فين الايام ديت، واصطاد ازاي واصطاد بايه. فالفيديو ده عشان بس اللي مستني سمك، انا مش هنزل فيه سمك. الفيديو ده هيبقى شرح اليومين دول اللي هو الاني حتة اصطاد فيها واصطاد بايه. احنا عارفين يا جماعة ان طول، انا قلت قبل كده ان طول السنة صيد، مفيش حاجة اسمها موسم. البحر بيبقى فيه أكتر من نوع بلطي، كل بلطي بياكل في وقت معين من السنة، بس طول السنة بتصطاد، ال 12 شهر بتصطاد فيهم. عندك البلطي الفطاط اللي الناس بتقول عليه البلطي الفطاط، أو ناس تانية بتقول عليه الأباريق. ده بيشتغل في شهر 7 لحد شهر مثلا 9، وكل أنواع البلطي بقى بتاكل معاه في الفترة ديت. وبياكل معاه بقى البياض والبني والحاجات دي كلها. فالناس عشان كده بتقول لك ده موسم. لا، ده مش هو بس يعني الفطاط ده الموسم بتاعه. لكن سمكة الريم اللي بنشتغل عليها طول السنة شغالة. ومبدئيا الناس اللي هي بتسأل على البحر الفرعوني، يعني نبتدي مثلا بالبحر الفرعوني او البحر الأعمى. خلاص البحر الأعمى هيشتغل الأيام اللي جاية ديت. خلاص احنا داخلين على الأيام اللي هو بلطي المرام أو بيصحن، زي ما الناس بتقولك بيعمل صحن كده وبيصحن، وتلاقي السمكة محمرة كده ومديها اللون الأحمر ده. فما تخلص بقى يا عم بالندى بتاعك ده. المهم، البحر الفرعوني فيه فحارات أو كراكات شغالة فيه. اشتغلت في نصه كده وسابت النص التاني لسه ما اشتغلتش فيه، اللي هو من اول هيت كده وانت طالع على منوف البيشة بقى وفيشة والحتت دي. الفحار لما بينظف بيبلط الارضية، يعني بتبقى الارضية بتاعت المية مبلطة. بيبتدي الدكر الاحمر يصحن في مطرح الفحت بتاع الكراكة ده. فانت تشتغل على الطريق او الجورة او الطرقة اللي الكراكة منضفاها جنب الشط، ما تشتغلش جوه. هتشتغل على الدكر الاحمر بالنهار هيشتغل معاك كويس، والبياض هيشتغل معاك برضو كويس. انت بعيد عن الحته اللي هي لسه ما اتنضفتش، او هتشتغل في حته لسه ما اتنضفتش، اصبر شويه على نص رمضان. قريب من الحته اللي الفحارات نضفتها هتشتغل ورا الفحار. تظبط، اهم حاجه تظبط فلتك و... وما تكبرش. في ناس بتصطاد بخيط، بيبقى الخيط اللي حاطط لي خيط 60، حاطط لي رصاصه يجي نص كيلو، حاطط لي عليها فله ولا ازازه الميه. يا جماعة احنا بنصطاد بخيط ضعيف، السمكة بتحس بيه. يعني السمكة بتشوف الخيط وبتحس بيه والكلام ده كله. والرصاصة لما بتبقى تقيلة، السمكة الكبيرة لما بتيجي تاكل تحس ان في تقل، بتتف الطعمية تاني ما بتاكلهاش. فانت تظبط خيطك، اصطاد مثلا ب25، رمل ب25، وخلي على المكنة 35، مش اكبر من كده. حتى لو وقعت او غلطت معاك ببياض، اللي بيصطاد بيعرف يسايس السمكة وبيطلعها. لو هي ايه، احنا قبل كده طلعنا بياض قدامكم في فيديو السنة اللي فاتت، كان يعني فيها ما شاء الله 2 كيلو ولا 2 كيلو ونص، ومطلعينها بفتلة 20، كنا مرملين ب20، كنا فول السنة برضه. طيب تيجي تاني الايام ديت. اشتغل على المية الضيقة. يعني الناس اللي هي في كفر الشيخ والبحيرة والحتت دي اللي هم ميتهم ضيقة، الترع الصغيرة اللي هي صرف المزارع والكلام ده، هتشتغل في الوقت ده كويس جدا جدا. يعني لو انت من المناطق دي او جنبك صرف مزارع او الكلام ده كله، اشتغل عليه هتاخد سمك حلو قوي. طيب ما تجيش عندنا هنا في المنوفية مثلا وتصطاد لي في ترعة كل 5 ايام ميتها بتجف، وبيبقى فيها حوالي شبر مية، دي مش هتاكل. اشتغل على حاجة ده مية ضيقة، بيبقى اقل حاجة لما المية بتاعتها بتجف بيبقى فيها مش اقل من نص متر مية. ولما تيجي تشتغل على حاجات ضيقة ما تجيش تقعد قدام منها على طول، السمكة بتشوفك. تيجي تحت شجرة، يبقى في شجرة في المية، شوية زلف كده في المية وتصطاد عليهم. طيب ما فيش، وانت رامي شوية غلة والكلام ده كله، تبقى انت متداري. يبقى انت مثلا بينك وبين الشط كده بتاع مثلا متر، تبقى دوبك دماغك اللي باينة، لان السمكة بتشوفك ومش هتاكل.
يبقى انت اليومين دول هتشتغل على الميه الضيقه. طب بالنسبه لفرع رشيد اللي احنا بنشتغل عليه، انا دراعي وجعني يا جماعه من رفعه التليفون. بالنسبه لفرع رشيد اللي احنا بنشتغل عليه شغال، بس اليومين دول الهوا بيعكس، يعني الهوا بيعكس في الشغل، حتى لو الميه خاصه وكويسه اهي، بس بيعكس في الشغل. وهو اليومين اللي جايين دول هيشتغل. طب هيشتغل على ايه اليوم اللي جايه دي بقى؟ تمسك بقى الحوش تشتغل عليها، وتشتغل على الارض الطين، لان البلطي هيبتدي يصحن عليها، هتاخد بلطي المرام اللي احنا بنقول عليه. فهتشتغل على الرشيد، تشتغل الايام اللي جايه دي ان شاء الله في رمضان بقى، احنا في ايام رمضان وداخلين على ايام رمضان، هتشتغل فيها ان شاء الله. بس هتشتغل على الطين، يعني هتشتغل على ارض الطينه، وارض الطينه تكون مبلطه، يعني ما تروحش على ارض طينه تكون مثلا من تحت طريه جدا، هو مش هيصحن في الارض الطريه دي. ولو انت راكب مركب او انت بتدوس في الميه جامد وانت ماشي على الشط كده، هتلاقي البلطي اللي هو المرام، اللي هو البلطي الدكر الاحمر ده، هتلاقيه بيجري منك كده وانت معدي جنبه بالقارب، لان هو بيبقى واقف مصحن في الطينه دي. طيب هتشتغل بايه؟ زي انتوا عارفين العده، انا مش هقعد اقول العده كل مره، يعني العده دي كلنا عارفينها، وانا قلتها كتير قوي عشان ما اكترش عليكم. بالنسبه برضو للناس اللي هي اول مره تطلع، الريم اصعب حاجه، ان الريم حلو ولذيذ وكل حاجه، بس الريم صعب في صيده، وبالذات في الميه الواسعه. يعني انت لو تشتغل بريم في ميه ضيقه هتعرف تشتغل، لكن هتشتغل في ميه واسعه زي اللي ورايا ديت، وميه بتجري، عايزه بس شويه صبر. هو الموضوع مش صعب، يعني هو بس اول طلع اطلع مع حد ما اصطادتش ريم قبل كده، اطلع مع حد هيوريك ازاي تسرح الفله وازاي تشتغل. وانا قلت لكم في الفيديو اللي قبل كده ازاي تكتشف الحوشه بتاعتك، وازاي يعني انا دلوقتي بص، انا هقول لك على حاجه، انا هقلب لكم التليفون اهو برضو، اوريك للناس اللي هي عايزه تشوف تسرح فلتها ازاي او تمشي الفله ازاي. هقلب لكم التليفون واقول لكم على الحته دي. شايفين يا جماعه الحوش اللي في الميه دي؟ انا هزوم لك عليها اهو. شايف الحوش اللي في الميه دي السمكه بتبقى واقفه فيها، السمكه ما بتقفش ما في حته فاضيه، السمكه بتقف في الحوشه دي تستخبى فيها. شايف مثلا شويه الزلف دول اهو، انت بترمي الفله بتاعتك مش على قلبها، ترمي قبلها مثلا ب5-6 متر، والتانك ماشي مسرح فلتك، تعديها من وراه مش من قدامها. لو هي جوه قوي خليها من الناحيه دي، يعني عدي من قدامها من الناحيه دي جنب الشط، تعدي من الناحيه التانية. وفي حاجه عايز اقول لك عليها، لو انت بتصطاد في دور ولقيت القرموط ظهر بيعلم في الدور، يبقى هو هيمنع منك شويه. السمكه بتخاف من القراميط، وبالذات لما بتبقى القراميط كبيره. فدي ملحوظه برضو هقول لك عليها. وانا اللي هعمل لكم فيديو ان شاء الله كده، والفيديو اللي جاي ده هنزل لك فيه سمك، وهشرح لك فيه ازاي تختار الدور اللي تقعد عليه. لو انت ليك استفسار عن اي حاجه اكتبها لي في الكومنتات. يلا اشوفكم الفيديو الجاي، وما تستخسرش فينا اللايك عشان نقدر نستمر ونكمل معاك. يلا نشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله، وكل سنه وانتم طيبين.